يحكى أن رجلا كان يقوم الليل ويتعبد، وبينما هو كذلك رأى ابنه الصغير مستيقظا بجواره. أشفق الأب على ولده لصغر سنه وشدة البرد، فقال له: نم يا بني، فأمامك ليل طويل. لكن الابن أجاب بسؤال: ولماذا أنت قمت؟ فقال الأب: إن الله طلب مني أن أقوم له. فقال الولد: لقد قرأت في كتاب الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فمن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأب: إنهم أصحابه. فقال الابن: فلا تحرمني من شرف صحبتك في طاعة الله. دهش الأب وقال: يا بني، لكنك ما زلت صغيرا ولم تبلغ الحلم بعد. فرد الولد بحكمة: يا أبتي، أرى أمي تبدأ بصغار قطع الحطب لتشعل كبارها، فأخشى أن يبدأ الله بنا يوم القيامة قبل الكبار إن أهملنا في طاعته. فاضت عينا الأب بالدموع وقال: قم يا بني، فأنت أولى بالله من أبيك. العبرة: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فلا تستهينوا بغرس القيم والطاعات في قلوب الصغار، فإن ما يزرع اليوم يثمر غدا. تأمل هذا الحوار مرة أخرى، ففيه من العبرة ما يغنيك عن كثير من الكلمات. كيف تسري التربية في الأبناء، وكيف تنعكس طاعة الوالدين على قلوب الصغار. إنها ليست مجرد كلمات، بل بذر يزرع في الصغر ليحصد ثمرا عظيما في الكبر. من شب على شيء شاب عليه. السلام عليكم.